قصتنا بتبدأ مع فرانكلين وهو مع مجموعة في طيارة خاصة بيحاولوا يهربوا من المطار، ولكن الشرطة بتقدر تصوب رصاص في المحرك وبيتعطلوا. قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان كل حاجة توصلك من عندنا. وبنفكركم بسلسلة قنواتنا لمحبي الأكشن والإثارة فيلم من الآخر بلس، ولمحبي بوليود عملنا لكم قناة كاملة لمحبي الهندي فيلم من الآخر هندي. هتلاقوا رابط الاشتراك تحت في الديسكريبشن. ويلا بينا نبدأ عظمة النهاردة. بيحكي لنا فرانكلين ان هو واللي معاه خلاص هيموتوا، بيكمل كلامه بيقول انه يبقى صحفي في مدونة بتتكلم عن الصحة، والراجل اللي جنبه ده اسمه سيدج وتسبب في موت آلاف البشر، انه صنع عقار مسكن بيسبب الادمان واللي بياخده مرة ما بيقدرش يستغنى عنه لغاية لما بعد فترة بيموت. وعلشان نعرف اللي حصل بنرجع بالزمن 3 شهور وبنشوف ان فرانكلين حصل على وظيفة في تنظيم حدث مهم جدا لخبير في مجال الصحة والتكنولوجيا اسمه أنطون. بعد كده بيتكلم فرانكلين مع زميلة ليه في الشغل اسمها جالا، بيعرفها انه وافق على الشغل ده علشان يقابل الخبير أنطون. بيفهمها انه معجب بيه جدا لانه اخترع اساور بتساعد الاشخاص للحصول على الصحة المثالية من غير اي استخدام للادوية. بيطلب فرانكلين منها انه يعزمها على العشاء، فبتاخد موبايله وتظبط له الدنيا والمنبه وبتمشي. بعد كده بيروح فرانكلين الحمام وبيقابل صديقه اندي اللي بيكون قدر يسرق اسوره من اساور دخول المؤتمر، وبيعدل بياناتها ببيانات فرانكلين علشان يخليه يقدر يدخل ويقابل الخبير أنطون. فعلا بيقدر انه يدخل الحفلة بس من باب الكواليس، وبيستخبى جوه. بيشوف أنطون وهو نازل من عربيته ولكن أنطون بيلمحه. بيروح يشوف الاسوره اللي في ايده وبيعرف انها مش بتاعته، وبيسأله انت مين؟ فبيقول له فرانكلين انه عاوز يعمل معاه لقاء صحفي. فبيقول له أنطون العرض هيبدأ وبيسيبه ويمشي. بيلاحظ فرانكلين ان أنطون لابس خاتم غريب في ايده وبيقلعه اول لما يطلع على المسرح. واول لما بيظهر أنطون قصاد الناس بيسقفوا بقوة وحماس، ولكن بيبقى في واحد اسمه كافير وصديقته لاري مش متحمسين خالص. بيبدأ أنطون كلامه عن الأساور اللي اخترعها، وبيعرف الناس ان مهمة الأساور انها تتابع كل وظائف الجسم، وده مش هيخلي الانسان محتاج لأي أدوية، ده غير انها بتقدر تعالج اي امراض مزمنة زي السكر والضغط. من الناحية التانية بنشوف واحد من افراد الامن بيصعق التاني بصاع الكهرباء، وبيقتحم المسرح بمسدس وبيصوبه على أنطون وبيقول له انه هيخليهم عبيد التكنولوجيا. بيبقى الكل حاطط ايده على قلبه، ولكن بسرعه بيدخل فرانكلين اللي كان واقف ورا الكواليس وبيقدر يوقع فرد الامن، وبيشكر أنطون وبيوعده انه هيحدد معاه ميعاد قريب وبيمشي. بيجي المدير ياخد الاسوره من فرانكلين وبيرن المنبه بتاع موبايله علشان ميعاده مع جهله، لكنه بيلمح خاتم أنطون واقع على الارض فبيروح ياخده. ولما بيحط ايده على فحص الخاتم بيتفاجئ ان المواقف بتتعاد تاني قصاد عينه. بيرجع للحظة اللي المدير كان بيكلمه فيها وبيلاقي الخاتم تاني، فبياخده بيلفه بالشاش وبيمشي. بيروح للمطعم وهو متوتر جدا، فبيطلع الخاتم وبتيجي النادلة تسأله هيطلب ايه، وبتعجب بالخاتم جدا فبتلمس الحجر. بنرجع بالزمن تاني وبنشوف فرانكلين اللي كل اللحظات بتتكرر، فبيظبط موبايله علشان يعرف الزمن هيرجع بمدة قد ايه بالظبط. بيلاحظ ان لون الحجر اتحول للابيض، وده معناه ان الخاتم بيحتاج يشحن، وبيقيس الزمن وبيعرف ان الخاتم بيرجع بالزمن 57 ثانية بالظبط. بتيجي جاله وبتتمشى مع فرانكلين وبتعرفوا انها فنانة تشكيلية، وبيعجبوا ببعض جدا وبيروحوا لبيت فرانكلين. بعد كده بنشوف سيدج وبنعرف ان كافيرا ولاري المساعدين بتوعه، وبيشوف سيدج فيديو لفرانكلين وهو بينقذ أنطون. بيقول سيدج ان دي ممكن تبقى خدعة من أنطون علشان يكسب شهرة اكتر، وبيأمرهم يراقبوا فرانكلين ويعرفوا كل حاجة عنه. بيأمر لاري انها تسوق سمعة اساور أنطون لانها لو انتشرت هو مش هيبيع الادوية بتاعت شركته. بنرجع تاني لفرانكلين وجالا وهم في البيت مع بعض وكانوا مبسوطين جدا. بعد كده بينزل فرانكلين يركب عربيته لكنه بيلاقي ان الشرطة بتسحبها، فبسرعة بيطلع الخاتم علشان يرجع بالزمن ويلحق العربية، ولكن 57 ثانية اللي راجعهم مش بيبقوا كافيين انه يلحقها. بنشوف هنا كافيرا وهو بيراقبه. بيبقى فرانكلين فقير جدا ومش معاه اي فلوس يرجع بيها العربية، فبيرجع للبيت تاني وهو محبط جدا وبيشوف في التلفزيون اعلان عن صالة قمار. بيقرر انه يروح يلعب ويراهن، وبيستخدم الخاتم انه كسب وفعلا بيحقق فلوس كتير جدا لدرجة انه بيشتري عربية جديدة. كمان امن صالة القمار بيشكوا فيه انه بيغش، طبعا خسرهم فلوس كتير فبيضربوه بيقولوا انه ما يجيش هنا تاني.
بيروح كفيرة ينقذه من تحت ايديهم وهم بيطحنوا فيه وبيعزموا على غدا. بيحاول يعرف منه ازاي كسب فلوس كتير كده من صالة القمار. بيقول له فرانكلين انه حظه مش اكتر، فبيعرض كفيرة عليه انه يروح يقابل سيدج، لكنه بيرفض. بيقول له ان سيدج كان السبب في موت اشخاص كتير جدا. بيحاول كفيرة انه يقنعه يقابله ويديه الكارت بتاعه. وبعد كده بيرجع فرانكلين لبيته وبتعدي عليه جالا وبتستأذنه انها تستخدم اللابتوب بتاعه، وبتتفاجئ بصورة بنت على الجهاز. فبتسأله عنها، فبيقول لها انها تبقى اخته وماتت بسبب دواء من ادوية شركة سيدج بعد ما اخدته وادمنه. بيعرفها انه بيكتب مقالات يهاجم فيها شركة سيدج، فبتقول له جالا انه بطل. وكمان بيفاجئها بهدية وهي عبارة عن الوان علشان شغلها، فبتفرح جدا وبتحضنه. بعد كده بينزل مع جالا وبيلاقي قصاد البيت مساعد انطون مستنيه علشان يقابله، وبياخده معاه لمكتب انطون اللي بيقابله. بيرحب بيه جدا وبيديله اسورتين، واحده ليه وواحده لجالا. بيبدا فرانكلين التحقيق الصحفي مع انطون وبيساله عن الاساور ازاي طورها، وهل الاساور دي هتقدر تخلي الانسان ما يحسش بالم بعد اي اصابه او حادثه. بيجاوب انطون بانه حاليا بيعمل على تقنيه هتمنع حوادث كتير جدا، وده بعد اكتشافه ماده دمجها بالذكاء الاصطناعي هتخليه يمنع الحوادث والالم. بالليل بيروح فرانكلين بيته بيتكلم مع جالا وبيقول لها انه عاوز يروح لسيدج ويخليه يعترف بجرايمه. بتشجعه جالا انه يروح، وفعلا تاني يوم بيروح يقابله. اول لما بيشوفه بيفتكر اللي حصل لاخته وبيضرب سيدج. بيهجم عليه كفيرة. بيلحق فرانكلين نفسه وبيستخدم الخاتم علشان يرجع بالزمن. بيتكلم سيدج مع فرانكلين وبيعرفه انه عارف اللي حصل في صالة القمار، وبيقول له انه اكيد بيتنبأ بالمستقبل. بيدخل معاه في تحدي، بيقول له لو خمنت ايه اللي هيحصل بعد ما صفر هديك $100,000. فعلا بيخمن صح وبيعجب بيه سيدج جدا وبيقرر انه يشغله معاه. بيوافق فرانكلين علشان يقرب من سيدج ويكسب ثقته ويعرف يخليه يعترف بجريمته. بيعرض فرانكلين الجواز على جالا فبتفرح جدا. وتاني يوم بيعرض فرانكلين على سيدج طريقه جديده للدعايه لشركته، فبيقتنع جدا وبيوافق. بيعرض عليه يدخل يشتغل في مكتبه واللي بيكون متراقب بالكاميرات علشان يقدر سيدج يعرف سره. كمان بيبعت له بنت حلوه علشان تغريه ويبتزوا بعد كده بالفيديو اللي هيصوروا ليهم، لكن فرانكلين بيطردها بره المكتب. بتمر الايام وبيزيد غنى فرانكلين وبيشتري بيت كبير، وفي نفس الوقت بيبقى سيدج متضايق جدا انه لسه مش عارف يوصل لسر فرانكلين. بيقرر انه ياخد فرانكلين وجالا في رحله، وبيشك ان السر في اساور في انطون. بيطلب منهم يخلعوا الاساور قبل ما يوصلوا، وبيوديهم لكازينو واحد صديقه بيطلب منه يراقب فرانكلين من خلال الكاميرات. بيلعب فرانكلين قمار وبيكسب تاني باستخدام الخاتم، وبيراجع سيدج الكاميرات مع صاحب الكازينو لكنهم مش بيلاقوا اي حاجه غريبه. في نفس الوقت بتبقى مساعدة سيدج بتحاول توقع جالا بالكلام، لكنها بتكتشف ان جالا ما تعرفش اي حاجة عن سر فرانكلين. فجأة بيدخل واحد على الحفلة بيضرب سيدج بالرصاص وكتير من الموجودين وجالا بتتصاب. بيستخدم فرانكلين الخاتم وبيرجع بالزمن وبيقدر يضرب الشخص اللي اعتدى عليهم بزجاجة خمرة. وبعد لما بيرجعوا للبيت بتقول له جالا ان كل وسائل الاعلام بتتكلم عن شجاعته، وبيعرف ان الراجل اللي حاول يقتل سيدج كان مراته بتشتغل في مكتب سيدج ولقوها مشنوقة في مكتبها. جوزها بيقول ان سيدج هو اللي اتخلص منها بعد ما اكتشفت سر دواء شركة سيدج. تاني يوم بيحاول فرانكلين انه يجيب ملف الست دي من شركة سيدج، لكنه بيتفاجئ ان سيدج داخل عليه بالملف فاضي، وبيفهمه ان الست مسحت كل بياناتها قبل ما تنتحر. وبياخده معاه وبيركبوا عربية جديدة وبيروحوا لحانة. هناك بيديله سيدج مفتاح العربية وبيقول له ان دي هدية منه ليه، وبيعزمه على مشروب. وبعدها بياخده لأوضة في الحانة بيكون فيها بنات الليل. بيحاول فرانكلين انه يهرب ولكنه مش بيعرف، وبيصوروا سيدج عشان يبتزوا. وبعد لما بيفوق فرانكلين بيلبس هدومه وبيطلع يجري من الحانة، وبيرجع على البيت وبيكتشف ان فاته معرض جالا. بيلاقي في البيت عندهم انطون وبيعرفه انه مبهور بفن جالا لدرجه انه اشترى منها كل اللوحات. وبعد لما بيمشي بتتخانق جانا مع فرانكلين وبتلاقي ان ريحته خمره، بتعرف انه كان سهران مع بنات. بيفضلوا يتخانقوا مع بعض لغايه لما يبقوا في حمام السباحه وبيستخدم الخاتم. لكنه لما بيرجع بالزمن بيكتشف ان جالا عرفت ان هم وقعوا بحمام السباحه، وفهمت ان هم رجعوا بالزمن وده علشان كانت ماسكه فيه وقت ما وقعوا في حمام السباحه مع بعض. بيضطر انه يحكي لها كل حاجه عن الخاتم. بتغضب جدا جالا وبتقول له انه خدعها وحياتهم مع بعض كانت كذبه. تاني يوم بيقرر فرانكلين انه يعرف الرقم السري لخزنه سيدج، وبيدخل على السكرتيره بتاعته بيهددها بالمسدس لكنها بتصرخ، فبيستخدم الخاتم وبيدخل لها تاني يهددها بالمسدس، فبتطلع رصاصه بالغلط، فبيستخدم الخاتم تاني وبيهددها بالمسدس، وبيكتم نفسها علشان تكتب الرقم السري، وبتكتب الرقم وبيحفظه، وبيستخدم الخاتم وبيدخل يجرب رقم الخزنه وبيكتشف انه غلط، فبيدخل تاني وبيضربها برصاصه في رجلها وبيعرفها انه هيقتلها لو ما قالتش الرقم صح. بتديله الرقم وبيستخدم الخاتم وبيدخل تاني وفعلا بيقدر يفتح الخزنه. بيستخدم الخاتم تاني وبيستنى لما بتمشي وبيدخل المكتب وبيفتح الخزنه وبياخد كل اللي جواها. بعد كده بيرجع بيته بيكلم صديقه اندي بيوريه كل الحاجات
اللي لقاها في خزنة سيدج، واللي بيكون فيها فيديوهات فضايح لناس كتير وكمان بلاوي عن شركته. بيطلب منه انه يذاعها في مباراة سلة مهمة جدا مقابل انه يحول له مبلغ كبير على حسابه علشان يأمن له مستقبله. تاني يوم بيتذاع الماتش وبيتعرض على الشاشة كل فضايح سيدج. بيتصل بجالة لكنها مش بترد عليه، فبيقرر انه ياخد كل حاجة ويهرب من المدينة. وهو قصاد بيته بيتفاجئ بشخص بيضربه على راسه وبيحطه في شنطة العربية. لما بيفوق بيلاقي نفسه في المطار قصاد طيارة خاصة وجالة مخطوفة زيه، واللي خاطفهم سيدج. بيلاحظوا ان الشرطة قريبة منهم جدا وجايين يقبضوا على سيدج. بيقرب فرانكلين من جالة وبيطلب منها انها تدوس على الخاتم وترجع بالزمن وتهرب تجاه عربيات الشرطة. فعلا بتنفذ كلامه وبتقدر تهرب منهم وبتجري بأقصى سرعة تجاه عربيات الشرطة. بيسيبها سيدج وبياخد فرانكلين وبيركبوا الطيارة. بيقدر واحد من افراد الشرطة يضرب رصاصة في محرك الطيارة وبيبقى كافيرا عاوز يهبط بالطيارة، ولكن سيدج بيرفض. بيبقى فرانكلين عاوز يستخدم الخاتم بس عارف انه يرجع 57 ثانية بس، ودول مش هيغيروا حاجة. بتبدأ الطيارة في السقوط بتتصدم بالارض. بيبقى فرانكلين مش خايف من الموت وفرحان ان سيدج كمان هيموت علشان يبقى انتقام لاخته. بتتصدم الطيارة بالارض وبيخرج كافيرا بسرعة من الطيارة زحف. بتروح جالة تطمن على فرانكلين وبتفرح انه عايش. بعد ثواني الطيارة بتنفجر بسيدج، وهنا بيجي انطونيو بيتكلم مع فرانكلين بيقول له انه ساب له الخاتم عن قصد وده بمساعدة الخادم بتاعه انجرام. يعتبر فرانكلين كان مجرد فار تجارب علشان يشوفوا تأثير المادة اللي في الخاتم على الانسان. بيطلب انطون من فرانكلين انه يشتغل معاه، لكن فرانكلين بيرفض وبيكسر الخاتم لانه شايف انه لعنة واي حد هيستخدمه هيدمنه. بيطلب انطون تاني منه انه يشتغل معاه لانه شايف انه شخص مناسب، لكنه بيرفض تاني. بيديله الاساور الهدية بتاعته هو وجالة، وبيمشي هو وجالة من المكان علشان يبدأوا حياة جديدة سوا. وده كان ملخص الفيلم. اشترك علشان يوصلك كل جديد واشوفكم على خير ان شاء الله. يلا سلام.